السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم بألف خير وسلامه ان شاء الله. كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال باذن الله. اليوم بغيت نشارك معكم واحد البيتزات كتجي رائعين وممتازين بلا صوص بلونش، كتجي رائعه. بدلنا لاصوص، كنا كنديروا لاصوص الصلصه الحمراء اللي معتادين عليها، يعني بلا صوص طوماط. دابا نبدلوها بلا صوص بلونش. هاد لاصوص كتجي روعه وهائله وممتازه. عندي البيتزا ديالي كنت ديجا طيبتهم درتهم في المجمد، خرجتهم من المجمد ديكونجولاو. دابا عندي واحد البصله هنايا مشحره، شحرتها مزيان غير بالزيت والزعتر والزعتره والملح. هنا عندي لاصوص بيشاميل، ها المقادير ديالها هما: كاس ديال الحليب، معلقه الزبده، معلقه ديال الطحين، فرماج حمر، فرماج مثلثات، ملح. عندي واحد كريمه الخفق رائعه، واحد الكريمه ممتازه كتجي روعه في هاد البيتزا ديالنا. كنخويو هاد الكريم فخيش، كنخويوها فوق هاد لاصوص بيشاميل. يعني هاد لاصوص بيشاميل ما تقيدوش بها، حيت انا بقات ليا من واحد الحشوه ديجا كنت درتها وبقات ليا باش استعملتها في هاد البيتزا هادي، دخلتها معاها جات روعه صراحه. واللي ما بغاتش ديرها ما ديرهاش، ما تقيدش بها. وكنصبو هاد واللي ما عندهاش لاصوص بيشاميل عفوا دير دانون مسوس مع هاد الكريمه هادي، تستعمل غير دانون مسوس كيجي روعه. كنخلطوا هاد الكريمه هادي وكنصبوها فوق هاد البيتزا ديالنا بهاد الطريقه. وعاد كنضيفوا ليها هاد البصل، بعد ما صبيناها كنضيفوا البصله مشحره، كنضيفوها عليها هكذا كل قطعه كنصبوا لها معلقه معلقه معلقه. ومن بعدها كذلك كنضيفوا اللي بغات دير البصل هي الاولى عاد تصاوب لاصوص ديرها. انا كنفضل هاد الطريقه هكذا كتعجبني، يعني الطرق راه مختلفين. وكنصبوا عليهم كاملين، وكنجيبوا هنا خليط ديال الكفته والكبيده وكندير نستفوا عليها. وهنا كنضيفوا الفرماج الاحمر، وهنا كنديروا شويه ديال دوتان الزعتر والزعتر كنصبوها عليها. وهاد البيتزا ديالنا كنحتفظ بهم كذلك في المجمد، كنخليهم في المجمد. كنديرهم يجمدوا ويشدوا راسهم شويه. هانتوما كيف كيتبين لكم في الصوره، هانتوما الحشوه ما كطيح ما والو، راه شادين راسهم. كنجيبوا واحد البواطه محكمه الاغلاق وكنضيفوه فيها. هاد البيتزا ديالنا انا ما نطيبهمش كاملين، يعني غادي نصب النص هنايا والنصف الاخر غادي نطيبو باش نوريكم كيفاش البيتزا ديالنا كتجي في الاخر. كنجيبوا هاد البيتزات من بعد ما شدوا راسهم كنحطوهم في واحد البلاستيكه هكذا محكمه الاغلاق، وكنشدوها ومباشره في المجمد، ما كيوقع ليهم حتى شي حاجه. من بعد ما كنجبدوهم من المجمد كنديروهم في الفرن مباشره، ما كنخليوهم لا يطلقوا لا حتى شي حاجه. كنسخنوا الفرن على درجه مهيله وكنضيفوهم مباشره في الفرن. كيجيو هاد البيتزات روعه روعه وجميلين وهائلين. ما نقول لكمش اجا جربتوهم ما غاديش تندموا عليهم، اكيد 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 ما تندموش عليهم بهاد لاصوص الغزاله ولاصوص البنين اللي كتجي روعه 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 في البنه. وكنضيفوهم في المجمد دابا غلقنا البواطه ديالنا، كنضيفهم في المجمد. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى يعجبكم ويرقكم وينال استحسانكم. عجبكم الفيديو بارطاجيو مع الاهل ومع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده على الجميع، وتابوناو في لاشين ديالي باش يوصلكم كل جديد. وما تنساش تدعمونا بارائكم وانتقاداتكم كذلك. ودابا ما بقى ليا الا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فيديو اخر باذن الله، خليكم تستمتعوا بالفيديو والصور للاخر.